اهلا النهارده يا جماعه في تحليل جديد تحليل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اللي خلصت 1-1 وعلى ملعبنا. النهارده تشكيل كان احمد الشناوي ومنشي وعلي جبر حسني فتحي وفتوح ومعروف وريكو واحمد رفعت وشيكا محمد ابراهيم في القلب وباسم مرسي. النهارده بقى كان الزمالك بيواجه حاجة من الاختلاط تماما، يعني مفيش هجوم مفيش دفاع، نص ملعب معروف بس. فتحس كده اتكلمنا في مباراة اللي كانت قبل داخلية، قال احنا ظبطنا الهجوم، ظبطنا الدفاع، ولسه مش هنظبط الهجوم. ماشي، ظبط في مباراة الداخلية الهجوم وساب الدفاع. النهارده المباراة اتحاد العاصمة ده ما كانش موجود في التاريخ، يعني التاريخ ده ولا هجوم ولا دفاع. مش عارف انا ايه ده، يعني انا مش فاهم. يعني كان تشكيل، كان زي ما قلنا عمل تغييرات بقى، طلع محمد ابراهيم ونزل مصطفى فتحي، طلع فتوح من الاصابه ونزل مايوكا. عمل ايه ما طلع فتوح ونزل مايوكا؟ شيكابالا رجع باك شمال، ومحمد ابراهيم طلع ونزل مصطفى فتحي. مصطفى فتحي راح مكان شيكابالا، وشيكابالا راح باك شمال مكان ايه فتوح، ومايوكا جه مهاجم جنب باسم مرسي. بقى مصطفى فتحي بره ال 18 وستالي بره ال 18. سيبك بقى من الهبل ده كله. احمد رفعت ما كانش بيجي يساعد فتوح ولا شيكابالا، كان بيوصلوا نص ملعب وخلاص سلام عليكم احنا كده عملنا دورنا. يبقى ده ينفع؟ ما ينفعش. تمام، اما كان معروف يروح مع فتوح يغطي، عشان كده يقول مثلا احمد رفعت يقول ارجع انت بس، معروف خليك مع فتوح، وانت شيكابالا علي جبر خليك مع حسني. فايه، كان مكسلين ان هما يرجعوا، مش مكسلين ان هما يرجعوا حتى سنتيمتر. يعني انا مش فاهم، وطبعا مش سنتيمتر، فانا بحب ازود كده. يلا بقى نروح كده للاهداف ونروح. شكلنا هنتعب الماتش، شكلنا الزمالك لازم. بص الكرة تردد سريعة، بوم. انا مش عارف هو خطأ من علي جبر ولا حسني فتحي ولا ايه بالظبط، انا مش عارف يعني ايه. علي جبر يقول امسكوا، بيبص لها كرة في الجون. يا عم انا لسه ما رجعتش. يعني بصوا تاني لو عدنا الهدف، عيدها كده بس تاني، ارجع ثانية. بص علي جبر، بص علي جبر، ارجع بص علي جبر يقول بص بيقول امسكوا. بص بقى، بص بيبص كده، شوف علي جبر بيرجع لا الكرة في الجول. يا عم طب ايه اهو، بص علي جبر، ده علي جبر. حسني بقى انا مش عارف غلطة من حسني فتحي ولا علي جبر ولا الشناوي، ولا مش عارف غلطات من مين. لعبكة واحد بيجيب وسط 100. يعني والله العظيم والله العظيم لو كان ما دخلش مايوكا جنب باسم مرسي، سلام عليكم، سلام عليكم، سلام عليكم. انا مش فاهم. يعني بص علي جبر بيبص، وانا الراجل بيديله ظهره. طب ايه يا عم، يعني انت بتديله ظهره والراجل لعبها؟ مش فاهم برضو، يعني مش فاهم. كرة غريبة يعني برضو من حسني فتحي ده، ولا هو اساسا عمل له شكل ولا طلع الكرة بره ولا اي حاجة، ولا اي حاجة في سنتكم السودا دي. يعني مش فاهم. بص بقى الكرة، كرة لفت من الحارس مايوكا. فين باسم مرسي بقى يا معلم؟ اهو باسم مرسي. شيكابالا بقى راح بقى عشان يعمل مساواة هجومية. ان هو كابتن علاء بيقول برضه، يعني هما بيستنوا لغايه اخر 6 دقايق. احنا جايب جون في اخر 6 دقايق يا عم، ما تاخدش بالك. وجابوا جون في اخر 6 دقايق. بص الفرحه بتاعت الزملكاويه، يعني مش لازم تزعلوهم بقى واحنا في ايام مفترقه كده. بص الكره لفت، بص الحارس عاوز يصدها بايده. يا عم انت مش الحضري،
بص الكرة حتى ميوكا، بص يا سلام، الحارس همسكها، اي ما عرفت، بصوا المدافع همسكها، طويلة يا عم، ده ما نطش، بص الحارس بيطلع بوم، أحرك مرماهم في الثواني الأخيرة، ضربهم، علم عليهم مايوكا، يا إلهي، شوف 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 شوف. يا إلهي، أحرق مرماهم في الثواني الأخيرة، مايوكا يعملها، يفرح الزملكاوية، يا إلهي، شوف 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 شوف. تعالى نتكلم كده في حاجة بقى كده على جنب. إناسيو في خبر كده معرفش إشاعة ولا حقيقة، بيقول أنا همشي مصطفى فتحي وأيمن حفني واستني، وهمشي الواد اللي جاي من الداخلية يروح لسموحة. مصطفى فتحي وأيمن حفني واستني أحرف ناس من ضمن اللعيبة، يعني من القرن مكتوب، يعني في ناس حريفة جدا في الزمالك، هما المفروض يتكتبوا فيها. مفروض يعني باسم مرسي مصطفى فتحي كتبوا في الحريفة اللي من ضمن القرن اللي فات أحرف ناس في الزمالك، مش أحرف ناس يعني هو ده أحرف واحد بس في الزمالك، مفيش حد حريف تاني، لا، ما الكتب مثلا حازم إمام مش عارف ايه، الحريفة اللي في الزمالك كلهم يكتبوا اسمهم، الكتب مصطفى فتحي وأيمن حفني واستلي. وبعدين انت هتمشي ليه بتاع الداخلية ده رقص علي جبر اللي بيلعب في المنتخب؟ انا لغايه دلوقتي مستغربه، بقول علي جبر ده بيلعب في المنتخب، ده كان بيلعب الاساسي، يعني انا مستغرب برضو لغايه اليوم، بقول هو ازاي بتاع الداخليه ده رقص الواد علي جبر؟ انا عمال برضو بفكر، يعني لغايه دلوقتي مش مستوعب الزمالك بيجيب هدف من كورنرين وعرضيتين، وعلي جبر بيجيب هدف في النهائي، وعلي جبر يترقص على ايه؟ جبر يترقص ويترقص ترقيصة وحشة يعني، وكان هيقع واحمد الشناوي يتحط في لب. يا نهار ابيض، يا نهارات السودة، يا نهار ابيض السودة. وده كان تحليل مباراة الزمالك واتحاد العاصمة اللي خد 8 دقايق. معلش يا حبايبي، هو كده برضه نعمل لكم ايه بقى، انا بحلل لكم ماتش الزمالك ده ولا مش عارفه. سلام.